لو أصبت بعجز هل ممكن تفقد شغلك وحقك في المعاش أم أن القانون وضع ضوابط تحمي حقك؟ هي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. هنكمل شرح المادة 21 ونتعرف على حالة جديدة من حالات استحقاق المعاش. وينص البند ده على انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر مناسب له لدى صاحب العمل. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء عن قرار مجلس الإدارة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة لو المؤمن عليه توفى لا قدر الله وأصابه عجز يمنعه من الاستمرار في عمله، فالقانون وضع له حماية لكنه حدد شروط لاستحقاق المعاش. خلونا نفهم أنواع العجز. أولا العجز الكامل، يعني أن حالة المؤمن عليه الصحية أصبحت تمنعه تماما من القيام بأي عمل، ودي من الحالات اللي اعتبرها القانون من حالات استحقاق المعاش. ثانيا العجز الجزئي المستديم، وده معناه أن المؤمن عليه لم يعد قادر على أداء شغله الأصلي، لكنه قد يكون قادر على أداء عمل آخر يناسب حالته الصحية. وهنا القانون وضع شرط مهم هو إثبات عدم وجود عمل آخر مناسب له لدى صاحب العمل. يعني لو صاحب العمل لديه عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه يتم النظر في ذلك، أما إذا لم يوجد عمل مناسب فتطبق عليه أحكام القانون الخاصة باستحقاق المعاش. تعالوا نشوف مثال بسيط عشان نبسط الكلام ده أكتر. أحد الأشخاص بيعمل في وظيفة تحتاج إلى مجهود بدني كبير، وتعرض لحالة عجز جزئي مستديم وأصبح غير قادر على أداء وظيفته الأصلية. هنا بيتم النظر في حالته هل يوجد لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالته الصحية. إذا وجد عمل مناسب يتم بحث إمكانية نقله إليه، أما إذا لم يوجد عمل آخر مناسب لحالته الصحية يتم بحث استحقاق المعاش وفقا لأحكام القانون. إذا القانون لم يترك المؤمن عليه عند حدوث العجز أو الوفاة دون حماية، لكنه وضع شروط وضوابط محددة حتى يحصل على حقه في المعاش. لكن يظل هناك سؤال مهم: ماذا يحدث إذا وقع العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة، وإحنا بنكمل شرح باقي حالات استحقاق المعاش في المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. لو شايف إن المعلومة دي ممكن تفيد غيرك شارك الحلقة عشان يوصل الوعي لكل صاحب حق. دمتم بكل خير. كان معكم بجورنال جه على يد رشاد وبرنامجكم الوعي مع